السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي هقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ناشونال بانك اوف كندا. التطبيق ده مساحته 34 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق بنكي في دولة كندا. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تفتح الحساب بتاعك في البنك اللي في كندا. تقدر ان انت تطلع على الحساب بتاعك، تقدر ان انت تعمل كشف حساب، تقدر ان انت تعرف المعاملات اللي بتتم على او اللي تمت من خلال الحساب، الكشف من خلال الحساب بتاعك البنكي. مين اللي الناس اللي انت حولت لها فلوس، مين الناس اللي حولت لك فلوس، المصاريف اللي انت صرفتها. بتجيب كشف حساب كامل لكل الفلوس اللي طلعت من الحساب بتاعك او الفلوس اللي دخلت الحساب بتاعك. كمان لو حابب ان انت تودع شيك في الحساب بتاعك، تقدر انت مجرد ما تصور الشيك وترفعه على التطبيق بيقدر الشيك يتودع على طول عندك في الحساب. كمان تقدر تتواصل مع خدمة العملاء. خدمة العملاء شغالة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. كمان بتقدر تطلع على الحساب بتاعك وتعرف الرصيد المتبقي عندك في الحساب قد ايه. لو حابب تعمل وديعة، لو حابب تاخد قرض، لو حابب مسافر مثلا والفلوس اللي معاك خلصت او فلوس الحساب بتاعتك خلصت، بتقدر ان انت تاخد زي سلفة او قرض بسيط كده، ان انت تخلص بيه المشوار بتاعك مثلا اثناء السفر، او نزلت مثلا مشوار والفلوس اللي معاك في الحساب خلصت، بتقدر تاخد زي سلفة بسيطة كده ان انت تخلص بيها المشتريات بتاعتك اللي انت عايز تشتريها او لحد ما ترجع البيت، وبعد كده تقدر ان انت تسدها براحتك. ده كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية وما فيهوش لغة عربية. ده كده يعتبر افضل شرح التطبيق بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة ان لو اكتشفت اي ميزة او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو. ففي حاجة حابب ان أنا انوه الناس ليها، ان لو حد شاهد فيديو من الفيديوهات اللي انا بنزلها دي بعد مرور او بعد نزوله مثلا ب5 6 شهور سنة حتى، واكتشف فيه ميزة او عيب، يكتبها في تعليقات الفيديو. انا بنوه على الكلام ده كل مرة، بس عشان في ناس بتكتب لي كومنت في فيديو مثلا يكون نازل بقاله 6 شهور 8 شهور سنة، ان في حاجات ايجابية او في حاجات سلبية في التطبيق انا مش قايل عليها. ده علشان بيكون التطبيقات دي بتنزل لها تحديثات مستمرية، فطبيعي ان انت شاهدت الفيديو وحملت التطبيق، بس شاهدت الفيديو بعد نزوله بقد ايه. هي دي الفكرة في الموضوع هنا. انت شاهدت الفيديو، لو شاهد الفيديو بعد نزوله بيوم 2 اسبوع شهر حتى، هتلاقي كل الحاجات الايجابية والسلبية اللي انا قايلها هي اللي موجودة. اما لو شاهدته بعد نزوله باكتر من كده فهتلاقي طبعا الحاجات كلها متغيرة. اما لو انت شايف فيديو او حابب ان انت تحمل التطبيق ده والفيديو ده نازل بقاله فترة كبيرة، اكتب لي في تعليقات اي فيديو موجود على القناة، قول لي اشرح لي التطبيق ده تاني. ولو الفيديو حتى موجود او التطبيق ده انا شرحه قبل كده بس من فترة كبيرة، هشرحه لك تاني من اول وجديد عادي جدا، ما عنديش اي مشكلة بالمميزات والسلبيات بتاعته اللي نزلت عليه جديدة. ولو حابب ان انت تعرف ازاي تشترك او تلغي اشتراكك من التطبيق عرفني برضو، انا اعمل لك شرح مبسط ومفصل لكل تطبيق، ازاي تشترك، ازاي تفعل التطبيق، ازاي تشغله، ازاي تعمل كل حاجة انت عايزها على التطبيق. بس كده، شكرا، سلام عليكم.